السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا صباح الجمال، يا صباح التفاؤل، يا صباح الامل، يا صباح الرضا، يا صباح كل حاجه حلوه على عيونكم اللي زي العسل. النهارده بقى يوم جديد وفيديو جديد. بس قبل ما نشوف الفيديو بتاعنا، يا ريت لو انتوا لسه جديد على القناه وما اشتركتوش انزلوا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل كل جديد مني. هقول لكم الغدا النهارده زي ما انتم شايفين كده، مكرونه وبطاطس وبيض. يعني حاجه اقتصاديه، حاجه خفيفه. وعارفين ما عادش في حاجه اقتصاديه، كل حاجه رفعت، فربنا كده يسترها علينا وعليكم اللهم امين. فاكيد الفيديو ما خلصش لحد هنا، لا ده لسه كمان الفيديو هيبتدي. هتعملي ايه بقى يا ام جنى؟ يلا بينا بقى عشان اقول لكم الفيديو هيبتدي ازاي وهنعمل ايه كمان مع بعض. يا حلوين، هنعمل مع بعض وصفه سهله وبسيطه جدا جدا. هنعمل مع بعض باتيه الافران او باتيه المورق، باتيه الخفيف. الباتيه كده تيجي تاكليه بيدوب في البق احلى من بره بمليون مره. كفايه كمان الجوده. تمام. هنقول بقى مقاديرنا. اول حاجه عندي نص كيلو من الدقيق 500 جرام، عندي معلقتين ونص من السكر، عندي كده كيس من الفانيليا، بقول الفانيليا عشان تدي ريحه وطعم حلو جدا، عندي معلقتين كبار من الحليب البودر، عندي معلقه كبيره من الخميره الفوريه، عندي ربع كوبايه من الزيت النباتي، وعندي كمان كوبايه من الحليب القاطع اللي هو اللبن الرايب. تمام، هي دي مقاديرنا. وكمان ذره بس صغيره من الملح. هنا خلاص هو قطع معايا، بس ايه حبيت ان انا اعمله كده زي ما انتم شايفين. يعني دفيته بس كده زي دمعه العين، عشان يعني الجو لسه برضو ولا احنا عارفين هو ساقعه ولا احنا عارفين يكون حار. تمام. بصوا بقى، اول حاجه كده هركن دول كده على جنب وابتدي بقى اشتغل. حاجه كده ركنت دول كده على جنب، واول حاجه اجيب كده الدوره او شفشه، اي حاجه عندك يعني. وابتدي ان انا احط كده بقى فيها اللبن اللي انتم شايفينه. عايزه اقول لكم هو اللبن قاطع ايه، ما ختمش. تمام. حطيت كده اللبن بتاعي او اللبن الرايب، وبعد كده حطيت السكر وبدات ان انا ادوب السكر كده. بعد ما حسيت ان هو داب، قلبت بقى معلقه الخميره اهو زي ما انتم شايفين. اعرف ازاي يا مجانا ان الخميره ناجحه او حلوه؟ شايفين الفقاعات اللي هي طالعه من الخميره دي؟ يبقى هي كده شغاله. وحطيت كمان بس كيس فانيليا عشان يدي ريحه ويدي طعم حلو جدا اهو زي ما انتم شايفين كده. هجيب بقى كده طبق وابتدي بقى ان انا اغطيه اهو زي ما انتم شايفين. اغطيه واركنه بقى ايه على جنب. تمام، لحد ما نشوف هنعمل ايه تاني. جبت بقى كده الدقيق بتاعي اهو، وحطيت عليه المعلقتين الحليب البودر، وحطيت كمان ذره كده من الملح. قلبتهم بس كده مع بعض. انا هبتدي ان انا اعجن بايدي. ما عندكيش عندك عجان استخدمي، بس انا في النص كيلو بحب ان انا استسهل بدل ما اجيب العجان وافضل اعجن، فنص كيلو مش كتير. تمام. قلبت بقى كده المواد الجافه كلها، وبعد كده نزلت الخميره باللبن بالسكر اهو زي ما انتم شايفين، وبدات ان انا اتوه الدقيق. تمام. هتاخد من كام لكام بقى عجن؟ في حدود من 5 ل10 دقايق. فلقيت حسيت كده ان لسه في الشفشه شويه من الخميره، قلت خساره. جبت حته من العجين وبدات ان انا امسح الشفشه. هنا بدات بقى ان انا اعجن او قلت يعني بمعنى صح. في ناس هتقول لي بديل اللبن الرايب ممكن احط علبتين زبادي. ممكن تحطي علبتين زبادي. طب لو ما عنديش حليب بودر يا ام جنى، عادي يعني ممكن استخدم بلبن حليب بس عادي. ينفع تستخدم بلبن حليب، مش شرط لبن بودر. بيدي زي طعم كده وبيدي نتيجه حلوه جدا في المعجنات. تمام. فلو ما عندكيش ايه ابعدي خالص من الوصفه. بعد كده بدات ان انا اعجن، وكل مثلا ما احس ان العجينه لسه جامده ببتدي ان انا ايه احط ميه. هنا بقى كده كنت بختبرها لقيتها لسه بتتقطع معايا. لا احنا عايزين نطلع ماده الجلوتين اللي في العجينه. يعني ايه ماده الجلوتين؟ ان انا اجي اشد العجينه ما تتقطعش معايا، تعمل زي استك او كانك بتشدي البانه كده، ما تتقطعش معاكي على طول. تمام. هنا بدات برضو ان انا عشان اتحكم اكتر ان انا اعجن برضو على الرخامه اهو زي ما انتم شايفين كده، واروح واجي لحد ما اعمل للعجينه عرق. هتقول لي هو لازم مثلا اطلع العرق دي يا ام جنى؟ او لازمته ايه؟ لازمته ان هو بيطري الباتيه وبيخلي طعمه حلو. لو ما عملتهوش هيطلع معاكي ناشف ومش هيطلع معاكي طري. بقى ضربتين كده على الرخامه عشان يطري ويلين معايا العجينه. أنا مش عايزاها تكون طريه قوي ولا تكون جامده قوي. هي طريه هتلزق معاكي، ولو هي جامده هتتعبك وانت بتفردي كده بين الشابه. هنا كنت بشدها لقيتها بقت زي العسل كده وطريه. هوريكم قد ايه ملمسها ناعم. عجينه معايا طريه ولينه، بس في نفس الوقت فيها سنه تلزقه صغيره. تمام. جبت بقى الطبق بتاعي وبدات ان انا ادهن بس كده حاجه بسيطه بس كده في الطبق عشان ما يلزقش معايا. وبعد كده هحط في العجينه هسيبها لمده ساعه. بعد ساعه بقى شايفين بقى بسم الله ما شاء الله اختمرت كده وملت البوله بتاعتنا. ايه العسل والسكر ده! العجينه كده بتاخد وتدي في شكل ودي. هقسمها بقى لكورتين واركنها بس على جنب، واول كوره بقى هنفردها كده مع بعض. خليكم معايا كده وتابعوني. اول حاجه كده بدات ان انا افردها بايدي، وبعد
كده جبت البطاطه ان انا افرد كده في مستوى واحد، وزي ما انتم شايفين ولا بترجع معايا ولا اي حاجه، بتتفرد معايا بكل سهوله. الحته اللي بفردها ما بترجعش تاني. طب ليه يا ام جنى؟ ليه يا حبيبتي؟ عشان انا مريحه العجينه ومختمره يعني ايه، واخده زيادتها في التخمير. اهو شايفين زي ما انتم شايفين كده، الحته اللي الاقيها تخينه ببتدي ان انا ادوس عليها شويه. هنا جبت بقى المردنه او البطاطه برضو اللي هي الكبيره اللي انتم شايفينها دي، وبدات برضو ان انا افرد كده الجناب. اوعي تنسي الجناب عشان الجناب دي هتطلع معاكي تخينه، فعايزين كل الحرف يكون كله سوا واحد كده من السمنه. وبدات ان انا اوزع بقى كده في قلب العجينه بتاعتي بقى اهو زي ما انتم شايفين كده. هي ساعه يا جماعه، لازم تكون ساعه عشان تتفرد معاكي بكل سهوله. بعد كده ما فردت بقى وهي على شكل دائري زي ما انتم شايفين، ابتدي اجيب اول جنب اهو زي ما انتم شايفين، احنا عايزين نعملها على شكل ظرف. وابتدي برضو اجيب كده الجنب اللي انا تنيته اهو، هحطه برضو على الجنب التاني زي ما انتم شايفين كده. تابعوني بس كده وخلوا بالكم من الكلام اللي انا بقوله. وبعد كده الجنب التاني حطيته برضو عليه، وابتدي برضو ان انا اوزع كده في ايه السمنه. الحته اللي انا قفلتها هي اللي حطيت فيها السمنه. هجيب برضو الطرف التاني عليه اهو، مش هدهن بقى لفوق الوش، لان لو دهنت وانا باجي افرد بالمردنه السمنه هتلزق في قلب المردنه ومش هترضى ان هي تتفرد معايا بكل سهوله. تمام. هفرد برضو التانية كده بنفس الطريقه واطنيها كده زي الظرف وارجع لكم. بعد كده فردت بقى القطعتين، هسيبها بقى في الفريزر لمده ربع ساعه. تمام. بعد بقى ربع ساعه كده جبت كده الصينيه بتاعتي اهو. هبتدي في اول واحده احنا استخدمناها مع بعض بسم الله، عشان بتكون يعني ارتاحت وكده. وليه بحطها في الفريزر؟ لان لو حطيتها وهي في السمنه السمنه هتخرج بره، فاحنا لازم نحط كده السمنه فيها ونحطها في الفريزر عشان ايه تتجمد ونيجي نفردها تفرد معانا بكل سهوله. تمام. اول حاجه هجيبها كده قطعه واركن بقى التانية كده على جنب او احطها في التلاجة لحد ما اخلص اختها. تمام. جبت بقى كده البطاطا بتاعتي او النشابه، وبدات ان انا بقى افرد زي ما انتم شايفين كده اهو. بتتفرد معايا بكل سهوله لانها مرتاحه، ولانها كمان السمنه ساقعه وكمان متماسكه في قلب العجينه بتاعتنا. تمام. احنا عايزين نعملها على شكل كده مستطيل عشان نحاول على قد ما نقدر نفرد بقى سمك العجينه كلها يكون سمك واحد. اهو الحته اللي انا مش عارفه طولها مثلا عشان رخامه ضيقه وكده بقوم رايحه ايه شايلاها وظبطاها. بعد كده ما فردتها بقى كلها كده، جبت القطاعه بتاعه البيتزا، سكينه، اي حاجه عندك متوفره، وبدات بقى ان انا اقطعها هنا اهو. حسب بقى انت عايزه البتايه كبيره عايزاها صغيره، الحجم ده انت اللي تحكمي فيه. ما اقدرش ان انا اقول لك لا اعملي صغيره اعملي كبير. فكل ما يكون حجم كبير بصراحه بيفرق جدا، بتكون كده ماسكاها وشكلها حلو جدا غير ما تكون صغيره. قطعتها بقى كلها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. وعندي بقى الجبنه الدومتي هي حلوه جدا في الباتيه. بدات بقى ان انا حته بحته، وبدات ان انا احطها في كده في اول قطعه ونلفها مع بعض بسم الله اهو. بتتلف معايا بكل سهوله، ولا اجدعها ايه محل. وكفايه النظافه وكفايه الاهتمام، كفايه كده وانت بتعملي وانت فرحانه بقى ان الحاجه طلعت معاكي حلوه ونظيفه والحاجه معموله في البيت. هنا بقى بدات ان انا اقفل اخر طرف والزقهم في قلب العجينه عشان ما يفكش معايا. شايفين بقى شكل كده البتاهيه تحس ان هي مورقه. امال بقى اما تخش الفرن، جبت بقى الصينيه بتاعتي الالومنيا، وبدات ان انا احط الصينيه اللي انا حطاها مش حاطه فيها ماده دهنيه لان العجينه بتاعتي اتنفذت ومش هتلزق. تمام. جبت كمان واحده وبدات ان انا احطها في العجينه، وبدات ان انا الفها رول اهو. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ تحفه تحفه تحفه. هخلص بقى الكميه كده كلها وبعد كده نعمل بتاعه الشوكولاته. جبت قطعه العجينه التانية وفردتها زي ما انا فردتها معاكم، وبدات بقى ان انا اقطعها كده. تمام. الحرف اللي انتوا شايفينه اللي انا شلته ده جانا بنتي قاعده تعيط ولازم تكون ماسكه عجين، لو ما مسكتش تنتحر. تمام. قمت رايحه مديها بقى حته العجينه اللي انا شلتها دي. وبعد كده لقيت بنت اختي التانيه بتعيط ازاي اديت لجانا وما اديتلاش، قمت رايحه مديها كمان هي رخر ايه حته. جبت بقى الشوكولاته. في الوقت ده لازم اول حته وانت بتلفي تعملي تغرزي كده بصبعك عشان تقفلي الشوكولاته عشان ما تخرجش او تسيح بره. تمام. والحته اللي انا بقفلها دي اللي هو الجنب ده لازم نحطه من تحت. هاعرّفكم يعني إيه أنا قصدي إيه. جِبت أول حتّة وبدأت إن أنا أغرزها كده في قلب العجينة عشان وأنا بالِف ما تتفتحش أو ما تخرجش معايا في قلب الصينية. أهو شايفين الجمال؟ اللي أنا باعملها دي باقوم رايحة حاطة التانية تحت أهي. شايفين التانية دي؟ باقوم رايحة حاطاها تحتها كده عشان أمّا ييجي يخش الفرن دي ما تتفتحش أو ما تخرجش برّه. أو نجيب كمان حتّة ونفضل برضه نعمل كده بصابعنا. هنا قرّبت لكم كده عشان تشوفوا أنا قصدي إيه، وألِف أهو.
والف جامد، تضغطي جامد عشان يطلع معاكي مورق. ايه اللي بقى بيخلي معانا الباتيه اللي هي اللي انت تعملي كده تلفي البتاهيه كده تطلع معاكي مورقه وزي العسل وزي السكر. بجد هيسلم ايديكم كده اما تعملوا الحاجه كده بنظافه وايه واهتمام كده لاولادكم. قربت لكم كده برضو الكاميرا وبدات ان انا الف اهو. هجيب الصينيه ونحط الفتحه اللي تحت دي هي اللي تحت في الصينيه، ما نحطهاش فوق عشان ما احطش الفتحه دي فوق، لان اول ما هيخش الفرن هتلاقي الفتحه دي طلعت فوق خالص وشكل البتايه مش لطيف وشكله مش حلو. هسيبه بقى لمده كده نص ساعه واغطيه، وبعد كده بعد نص ساعه كده او اما احس ان شكله اتضاعف او القوام بتاعه او كبر يبقى هو كده اختمر معانا تمام. سيبته كده سيبه بقى يخمر. دخلنا بقى المطبخ، جبت بيضه كده من التلاجة، بيضه بلدي، وبدات بقى ان انا اربها كده بالمعلقه. بصراحه ما كانش فيه فانيليا، وبدات ان انا اربها وخلاص. بصراحه ما كانش ريحتها زفره ولا اي حاجه تمام. يعني البيض البلدي ما بيبقاش ريحته زفره. عندي بقى سمسم كده، وعندي كمان حبه البركه، مش حاباهم برضو شيلهم خالص من الوصفه، بس بيفرقوا بصراحه في البتاع وبيدي ريحه وطعم حلو جدا. جبت بقى كده البيضه وبدات ان انا ادهن بقى ايه وش البتاع، بس وانا بدهن بالراحه عشان ما اضيعش الخمر بتاعه اللي هو اختمره تمام. هدهن بقى كله كده بنفس الطريقه، وبعد كده نحط بقى السمسم اهو زي ما انتم شايفين كده. ببتدي السمسم على البتاع، هعمل جزء بالسمسم وجزء ايه بحبه البركه. بس عايزه اقول لكم دي طعم ودي طعم، والاتنين احلى كمان من بعض. البركه والسمسم اكون مولعه الفرن على درجه 200. اول ما احط بقى الصينيه اقوم رايحه مهديه واولع الشوايه من فوق بسيط، واسيبه بقى لحد ما يستوي. بس كل دقيقه كده احرك الصينيه عشان كله يتوزع الحراره بالتساوي. صينيه كده طلعناها من الفرن. اول حاجه بقى لازم كده معلقتين من السمنه البلدي، وابتدي بقى ان احنا ندهن كده علشان يدينا لمعه، وكمان يكون طعمه حلو قوي قوي. لو مش حابه تحطي دي ممكن تدي رشه كده بس بالبخاخه بشويه ميه عشان يطلع معاك ايه طري. بصوا انتوا باين لكم ان الباتيه غامق، بس الغامق ده اللي هو اللي بالحبه البركه. حبه البركه بيتغمق بس ايه الباتيه شويه عشان عليه حبه البركه. هسيبه برده لمده ايه 10 دقايق لحد ما يهدى كده. غطيته، وبعد كده اول واحده بقى نجيبها كده عشان نفتحها مع بعض. شايفين بقى اللون من تحت حلو قوي حلو قوي؟ شايفين بقى الطراوه اللي فيه؟ ولا شايفين بقى هنشوف بقى مورق ولا لا؟ هنا بقى ولاد اختي والله كانوا جنبي، عماله اصوت منهم وانا بصور الفيديو. هاش قد ايه عامل زي القط بياخد ويدي معاكي كده. ولاد اختي بقى جنبي كل شويه يقولوا لي افتحي بس افتحي عشان عايزين ندوق. وخلوني بصراحه كنت متعصبه لحد ما خلصت الفيديو الحمد لله. شايفين بقى الشوكولاته قد ايه ماليه جوه الباتيه؟ العيال اول ما شافوها لا 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 ده كده كتير علينا. اهو بسم الله الله اكبر، عسل عسل عسل. هنا بقى كنت بقول بقى انا عايزه ادوق. يعني الرجيم يعني ايه واحده مش هتخسر تمام. فعايزه اقول لكم انا زودت، خدت واحده جبنه وواحده شوكولاته تمام. يا رب بس الدكتوره ما تسمعنيش عشان هي بتتابعني. هنا بقى شايفين كنت بوريكم قد ايه مورق بقى، وشايفين الطبقات اللي فيه والجمال. بسم الله دقت تحفه. العيال قالوا لا هاتي هاتي اللي انت بتدوقيه. هنا بقى بالجبنه شايفين. انا عايزه اسكت واوريكم قد ايه ان هو هش وطري وخفيف. شايفين الجمال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنا كنت بوسع قلت لا نجيب السكينه ونبتدي بقى ايه ناخد. هنا ما كنتش واخده بالي غير وانا دلوقتي بفتح بالسكينه لقيت ابن اختي واقف وخد واحده ومشي. يلا ربنا يسامحه. شايفين بقى؟ شايفين قد ايه مورق؟ شايفين الطبقات؟ ايه العسل ده؟ ايه السكر ده؟ كل طبقة مفصولة عن اختها، دي الجمال والحلاوة. اهم حاجة امشي على الخطوات عشان يطلع معاكي كده مظبوط والنتيجة فوق الوصف. عايزة اقول لكم ان انا خرجت بالصينية دي بره قسما بالله ما كان فيها هفوية. ما شاء الله. اخواتي يقولوا يعني انت ما انتش عارفه ان احنا جايين؟ مش تعملي كيلو عامله نص كيلو نتفرج عليه؟ قلت له مش واحده زي اتنين، المهم ان انت كلته. هنا بقى هسكت عشان اوريكم. شايفين؟ هنا جبت واحدة قلت مش خسارة فيكم عشان اوريكم قد ايه الطبقات كده مفصولة عن اختها. عسل عسل عسل. هنا ابن اختي يقول لي طب هاتي اللي انت قطعتها دي، طب هاتيها انا عايزة اقول لكم عما جينا ناكل لان العيال خلصوا الصينية كلها بألف انا وشف. بسم الله. لا 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 ايه الشوكولاته الجامده دي؟ ايه العسل ده؟ ايه الطبقات دي؟ كرواسون؟ لا لا ده باتيه. لا لا ده سكر. بجد بجد عسل جدا جدا وطعمه زي العسل وزي السكر. اتمنى انتوا تجربوه. هنا بقى ابن اختي بيقول لي انا عايز، قلت له خد. ابن اختي التاني قال انا عايز، قلت له خد.
بصراحة خلّصت الصينية وأنا واقفة، قُلت مش لازم أصوّر، خدوا بقى الصينية واطلعوا برّه تمام. هنا بقى جِبت واحدة تانية قُلت أنا عايزة أوريكم قد إيه شايفين عسل، عسل، عسل. هاقطع لكم بقى كمان واحدة برضه بالشوكولاتة، جريمة الشوكولاتة اللي بتبُظ كده، بتبُظ والّا لأ؟ يالّا بينا، أهي. هاقطعها كده من بعض وأقرّب لكم الكاميرا عشان بتبُظ والّا لأ؟ بتبُظ. هي النهارده وكانت وصفتي النهارده، يا رب تكون عجبتكم ونالت رضاكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وربنا يحسن ما بين إيديكم. دمتم في رعاية الله وحفظ الله. سلام.